أعتقد البشرة الزجاجية في الوصفات الطبيعية مفيش أسهل منها. اركني كل البراندات وإبر النضارة اللي عايزة تروحي تدفعي فيها آلافات. ركزي معايا. أنا ميسو بقدم لكم وصفات طبيعية لو أول مرة تشوفيني. الشعر والبشرة أتمنى يا رب تكون بتعجبكم. بصي بقى يا قمر، أنا جبت هنا صفار بيضة وضفت عليها معلقة من النشا. وكمان لو عندك تصبغات، نصيحة بقى من أختك حبيبتك كده إنك تجيبي الحنة البيضة وتضيفيها مع النشا، هيفرق معاكي جدا الماسك ده. طبعا بيجي مكونات كويس، يعني قلبيها كويس قوي مع بعض لحد لغايه ما تحسي ان مكونات الجافه دخلت مع صفار البيض. وهنا جه دور العسل الابيض. انا عايزه اقول لك كمان مفاجاه ان الماسك ده حلو ان هو بيضيق المسامات الواسعه اللي بيبقى شكلها مش لطيف خالص في البشره. حتى لو البشره صافيه ما فيهاش تصبغات وكلها نضاره، لو فيها مسامات واسعه ده بيبوظ الشكل تماما. هنضيف هنا كمان معلقه من جل الصبار، ويا جماله بقى مع الوصفه الجميله دي، بس يكون نوع كويس. يلا قلبي مكوناتك، هيكون معاكي القوام بالشكل ده، ولو عندك مضرب كهربي اضربي الكلام ده كله هيتحول لفوم كريمي. اخر حاجة هنضيفها هنا هي معلقة من الحنة البيضة. زي ما قلتلك طبعا دي يعني عايزة اقولك في التفتيح ملهاش حل. من اول استخدام هتحسي بشرتك كده نورت وبقيت مشرقة، غير انها بتدي نضارة وبتشد البشرة جدا. نضفي بقى بشرتك كويس قوي قوي، وبعدين ابتدي طبقي الماسك ده على كامل البشرة. سيبيه بقى ينشف لغاية ما يشقق معاكي، ممكن ياخد معاكي نص ساعة او ساعة الا ربع. ابتدي بقى افركيه بحركات دائرية، ويا سلام بقى لو رطبتي بعده، الترطيب هنا بقى هيفرق معاكي جدا.